السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ أنا يزيد، وفي القناة دي بشارك معاكم أفكار سريعة عن تطوير نفس المذاكرة، وكمان نصايح بسيطة كده تخلي يومكم أسهل وأخف. وتعالى كده النهاردة نشوف احنا هنعمل ايه في يومنا وهنذاكر ازاي. محاضرتين فيزياء وعلينا محاضرة كيمياء، لكن محاضرة الكيمياء أنا مذاكرها، المفروض أروح أحل الواجب دلوقتي، وإن شاء الله هجيب درجة حلوة. يلا بينا نحل الواجب وبعد كده هرجع لكم. خلصنا دلوقتي حل أسئلة اختبر نفسك. بصوا دي الحل ده كله حل. تعالى اوريكم هنجيب كام. انا لسه مسلمتش، بس تعالى نشوف هنجيب كده. المفروض ده اخر سؤال ان شاء الله، 42 من 42 كده. تسليم. خدنا كام دقيقة؟ 28. المفروض نسلم. انهاء الواجب، تسليم، تأكيد. يا ترى ايه ده؟ غلطتين ليه بقى؟ المفروض اجيبها بقى. ماشي. طب فين تاني؟ فين اهو الاحمر ده. الله منك لله. ايه بكام ده؟ بتعملها ايه؟ 4. ليه يا اخوي؟ يا نهار ابيض على الغباء. يلا مش مشكلة، الحمد لله. 95%. زي ما انت شفتوا كده، ده اختبر نفسك كان 42 سؤال. لسه فاضل الواجب، مش فاكر صراحة، 50 سؤال على ما اعتقد كده. جبنا 95. الغلطتين اللي انا غلطت فيهم دول مش عارف انا غلطت فيهم ازاي، بس يلا الحمد لله. حلو برضه 95%. 40 من 42 حلوة برضه، احنا بنتعلم من اخطائنا. خلي بالنا بعد كده، انا ما رجعتش اصلا. انت زي ما انت شايف 27 دقيقة او 28 دقيقة حلينا الواجب. بس يلا بينا بقى دلوقتي هنروح نذاكر فيزياء، وحل الواجب بتاع الكيمياء نبقى نحله في الليل. دلوقتي المفروض هنبدأ نذاكر فيزياء، وقبل ما نخش على المحاضرة المستر بيبقى عامل لنا امتحان تراكمي على اللي فات. فيلا بينا كده نمتحن الامتحان ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. بس كده انا خلصت الامتحان. خلصت الامتحان التراكمي. تعالى، انا جبت الدرجة النهائية بالنسبة لي انا، لان انا هم 10 اسئلة. بيبقى منهم سؤال مقالي انا بحل على التابلت. لسه هصور السؤال على بالتليفون وبتاع، فانا محلتش السؤال المقالي صراحة لان انا عارفه. فانا جبت 9/10. تعال نشوف كده. 9/10. هو ده الاختبار التراكمي المحاضرة 13. جبت 9/10. هنا اختبار الشامل بتاع المحاضرة التانية جبت 5/5، وهكذا. بس المفروض دلوقتي هنروح نسمع المحاضرة 13. يلا بينا نسمع المحاضرة 13 ونذاكرها ونحل الواجب كمان. يلا بينا. موقظا بالنور أجفان الحياة، الضحى من نور من، والندى من فيض من، سبحت لله في اخيرا الواحد خلص مذاكرة المحاضرة ديت. المفروض دلوقتي نخش على فيديو حل الواجب للمسطرة. تعالى بقى نسمع فيديو حل الواجب ونرجع تاني. والمانومتر من اهم الدروس اللي عندنا، وهي دروس لطيفة كده
ودي رقم 3 ورقم 4 من الأجزاء بتاعت التطبيقات على الضغط عند نقطة في باطن سائل ساكن متجانس. النهاردة إن شاء الله هنحل الواجب بتاعنا. ازيكم مرة تاني. انا المفروض دلوقتي خلصت حصة الحل، وبعد كده دخلت على الامتحان حليته وجبت 4/5. تعال نشوف كده انا غلطت فين. دي كراسة الفيزياء، رسومات حلوة الفيزياء بس عايزة تركيز طبعا. اللي مسهل علينا ده كله المستر محمد عبد المعبود اهو. بس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.